اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا احسن متابعين في الدنيا، عاملين ايه؟ النهارده جايه لكم بتخزين الكرنب او تفريز الكرنب. تفريز الكرنب ما ينفعش اولا الا في الشتاء. يعني كرنب الشتاء هو اللي يتفرز. اول حاجه بعملها ان انا بحط حله ميه على النار. الميه بتاعتي بتغلي، بروح نازله بمعلقه سكر، معلقه كمون، معلقه ملح. دي اللي انا بحطها، بقور الكرنبايه كده واروح نازله بيها على وشها كده يا جماعه اهو، بالشكل القمر دوت. يا دوبك دقيقه بالظبط وتروحي قلباها على الوش التاني، مش اكتر من كده. يعني يا دوبك اقول لك ايه، يعني يا دوبك بتحطيها وتشيليها في ساعتها عن الناحيه التانيه وتروحي مطلعاها، حطاها في ميه ساقعه مره واتنين وتلاته لغايه ما تحس ان هي غسلتيها كويس، ومن ناحيه تانية تكون بردت معاكي. بتروحي ماسكه العرق اللي فوق كده، وتروحي جايه ماسكه الكرنب بتاعك، تروحي مقطعاه على قد الصابع بالشكل القمر ده. نروح جايين مقطعينه، طبعا انت عارفه الصباع اللي انت بتعمليه، بتروحي مقطعه على قده كده. خلاص قطعنا الكرنب بتاعنا بالشكل الجميل دوت يا جماعه. خلاص قطعنا الكميه كلها كده. نروح جايين دلوقتي بعد ما قطعنا الكميه، بنجيب الاطباق بتاعتنا ونروح ماسكينها. طباق، اكياس، اي حاجه تحب ان انت، بولات من عندك، اي حاجه تحب ان انت هتخزني فيها، تروحي ماسكه الورقه بتاعتك على قد صبع المحشي كده، وتروحي حطاها بالشكل الجميل دوت اهو. بس اهم حاجه برضو بقولك ان انت تكوني غسله كويس ومبرداه كويس. اهم حاجه يكون بارد كويس، ومش تجوري عليه في السليق عشان ما يتهرش منك. يعني يا دوبك هو هيشم الميه المغليه من ناحيتي ومن ناحيتي، وتروح مطلعوه. خلاص شطفناه، نروح ماسكينه مقطعينه في الاطباق بتاعتنا تكون ناشفه، او الحاجات اللي انت هتخزني فيها البولات او تكون ناشفه خالص، وتروحي جايه حاطه فيها الورق الكرنب بتاعنا بالشكل الجميل دوت. خلاص كده اهو قطعناه كله في الاطباق بتاعتنا كده. طبعا بتشوفي على قد الحله اللي انت هتعمليها بتكفيها طبقين، طبق بتقطعها على اساس. مش عندك البولات او الطباق، بتجيبي الاكياس وتروح حاطه اللفه على بعضها كده اهي بالشكل الجميل ده اهو. اللفه اللي انت بتقطعها اللي هو الربط على بعضها يعني، وتروحي جايه حطاها كده في قلب الاكياس. ولما بتيجي تطلعيها بتروحي مطلعاها وتسيبيها تفك براحتها، وتروحي جايه ايه بعد كده بتروحي مصبعاها وعاملاها. ايه رايك في تخزين الكرنب بتاعنا؟ يا رب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم.